السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض مهلبية قمر الدين، بس بطريقة كده حلوة وخفيفة كده وبشكل حلو يجذب الاطفال كده ويخليهم ياكلوا القمر الدين باي طريقة. بصوا الشكل والالوان والطعم طبعا تحفة. يلا بينا نخش على الوصفة، يلا بينا. قبل ما نبدأ احنا متعودين نذكر الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا معايا لفة قمر الدين، ده نوعها حلو الشام. بصي الموجود عندك بس يكون نوع كويس انت ضمناه او جربتيه او جايباه من محل مضمون عشان يطلع معاكي يديكي في الاخر نتيجة حلوة. لفة القمر الدين عموما بتبقى اغلبها وزنها من 400 جرام ل 500 جرام، ما بتزيدش عن كده وما بتقلش عن كده. وكمان لفة القمر الدين بتاخد 4 كوبايات مية، يعني اللفة الكاملة لو هنعملها مرة واحدة هنحط عليها 4 كوبايات مية. يبقى انا كده خلاص قطعت القمر الدين بتاعي، بقطعه بالمقص ومجهزه 4 كوبايات ميه في الكاتل جنبي. بيسخن بيغلي الميه في الكاتل وهصبها على القمر الدين دلوقتي. خلاص انا معايا الكاتل اهو، قطعت القمر الدين ومعايا الكاتل الميه غليت فيه. دول 4 كوبايات ميه هنزل بيهم على القمر الدين ونقلبهم بقى. ممكن لو انت مش مستعجله ممكن نحط طبعا ميه بارده، نحط ال4 كوبايات ميه دي يكونوا باردين ونحط فيهم القمر الدين ونسيبهم من بالليل للصبح. هتلاقي القمر الدين بردك ساح وفك فيها وبقت كويسه. بس احنا عشان بنبقى مستعجلين فبنحط الميه السخنه عشان يبوش فيه بسرعه. خلاص اديناها تقليبه، هنغطي الحله ونركنها جنبينا كده ونسيبها لمده من ربع ساعه لنص ساعه لغايه لما القمر الدين يبوش خالص. نخش بقى على المهلبيه البيضه. يلا، انا معايا كيلو لبن. بردك الكيلو لبن دول عبارة عن 4 كوبايات. هحط على الكيلو اللبن 4 معالق نشا كبار هرميين، يكونوا كبار قوي. 4 معالق نشا. دي المهلبية بقى البيضة بتاعتنا اللي هي بتاعت زمان، دي بتاعت اجدادنا يعني مهلبية مصرية على اصلها، من غير بقى اي افتكاسات ولا اي حاجة. هنحط 4 معالق سكر، يبقى كيلو اللبن عليه 4 معالق نشا و4 معالق سكر كبار. نقلب النشا والسكر. معايا قشطه بس انا هحطها كمان شويه، دي قشطه انا محوشاها من وش اللبن. هنقلب السكر والنشا مع اللبن، نحط رشه فانيليا. هنحط بقى معلقه كبيره او معلقتين قشطه. القشطه بس بتزود الدسامه للمهلبيه وبتديها طعم حلو كده دسم، اكنك حاطه كريمه لباني، اكنك حاطه كريم جانتيه. بتبقى حلوه. لو مش موجوده عادي خالص، مش مشكله. هي مش حاجه اساسيه في المهلبيه بتاعتنا. نقلبهم بقى، نقدمهم تقليبه ونروح على البوتاجاز. يلا بينا، يلا. حطيت الحله بتاعتي على البوتاجاز على نار وسط عشان الحاجه ما تشدش مني من تحت ويحصل تكتلات كده للنشا. نقلب بقى طول ما هي على النار، نقلب بالمضرب كده او بالشوكه بالمعلقه، نقلب تقليب سريع كده عشان القشره بتاعتنا تفك والنشا برضك تستوي معانا وكل حاجه تكون كويسه لغايه لما نوصل للقوام بتاع المهلبيه الحلو. هتبدا تغلي من الجنب خلاص وتقلت، اعرفي ان هي خلاص بقت عندنا مهلبيه. هناخدها بقى نغرفها فين؟ في البولات بتاعتنا، في الاطباق، اي حاجه عندك او كوبايات نغرف فيها. هنغرف نص بس، نص الطبق او نص الكوبايه نغرف النص بس مهلبيه بيضه عشان لما نعمل المهلبيه بتاعت قمر الدين اللي لونها اورنج نحطها عليها من فوق، يبقى نص ونص. بصي السمك بتاع المهلبيه ده مش خفيف خالص، ان مجرد ما تبرد احنا عارفين ان المهلبيه يعني بتتقل، الحاجه السويه دي مجرد ما بتبرد بتتقل. خلاص غرفنا وظبطنا، نظبط بقى الكوبايات بتاعتنا ونظبط الاطباق عشان يبقى شكلها حلو كده وجاهزه عندنا. هنسيبها بقى جنبينا تبرد شويه قبل ما نعمل مهلبيه قمر الدين. جبت الحله اللي فيها قمر الدين اللي احنا سيبناها في الميه السخنه تبرد او تبوش فيها. سبتها لمده نص ساعه قبل ما خلصت المهلبيه البيضه. جبت الحله هنزل عليها بردك ب4 معالق نشا. انا كنت حاطه 4 كوبايات ميه، هنزل عليهم ب4 معالق نشا كبار وبردك 4 معالق سكر كبار. في المرحله دي عايز تحطي فانيليا بردك حطي، بس انا مش بحب احط الفانيليا. انا بحب احس بطعم القمر الدين، مبقاش حاجه مأثره عليه. نديها تقليبه كده حلوه بالمضرب، نذوب النشا والسكر ونروح بيها بقى ايه على البوتاجاز.
لو انت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. يلا رحنا بقى بالحله على البوتاجاز بردك على نار وسط، ونقلب جامد لغايه لما القمر الدين يتقل معانا. متقلقيش مش هيبقى فيها اي تكتلات ولا اي حاجه. بصي بتغلي من الجوانب من على الحروف كده، خلاص يبقى النشا استوت معانا ووصلنا للتقل اللي احنا عايزينه. اهو ده السمك اللي احنا عايزينه. انا عايزه اقولك ان 4 كوبايات على لفه قمر الدين، يعني 4 كوبايات الميه على لفه القمر الدين هيديكي طعم قمر الدين حلو جدا ومركز. عايزه تزودي ممكن تحطي 5 كوبايات ميه، بس بصراحه ال4 كوبايات بيخلي القمر الدين كده طعمه حلو جدا ويعني باين فيها. خلاص بقى النشا عندنا، المهلبيه البيضه عندنا خلاص بردت في الكوبايات والاطباق. اهم حاجه ان احنا نبقى متاكدين ان هي بردت. ليه؟ عشان لو حطيت عليها القمر الدين وهو سخن وهي سخنه هيخشوا على بعض، هيختلطوا ببعض. لا، الاول القمر الابيض ده مهلبيه البيضه تبرد وشها كده يتشمع كده من على الوش، احط عليها بقى ايه القمر الدين. كده ابقى ضامنه 100% ان هما مش هيختلطوا ببعض. عايزه بقى تبدلي تحطي القمر الدين تحت والمهلبيه البيضه من فوق، تحطي طبق كله ابيض والطبق كله اورنج، اللي انت عايزاه. دي بقى حسب الاذواق. انا عايزه اقولك بصي الطريقه بتاعت المهلبيه دي القمر الدين بالطريقه دي حلوه جدا في العزومات وشيك. يعني شيك كده لما تبقى عازمه حد تحطيها على السفره كده بعد رمضان. وللاطفال بقى نشجع الاطفال ان هم ياكلوا المهلبيه البيضه ام لبن دي، عشان يوصلوا لها لتحت بقى ايه بيقعدوا ياكلوا القمر الدين على الوش كده وبياخدوا ايه مهلبيه البيضه معاهم بالمعلقه، بتبقى حلوه قوي. يعني نسيب كام واحد ابيض ونسيب برضك نعمل طبقين كده مهلبيه قمر الدين بس، عشان اللي حابب من ده واللي حابب من ده بنرضي كل الاذواق. ما شاء الله لفه القمر الدين طلعت معايا كميه حلوه، فانت ممكن تعملي نص اللفه بس اللي انت عايزاه. خلاص خلصنا الكميه اللي عندنا، زوقناهم بقى بسوداني وزبيب اي نوع مكسرات عندك، جوز هند. بصي شكل الكوبايه حلو ازاي، يعني الشكل ده بس يجذب اي حد يبقى حابب ان هو يدوق، والطعم بجد طعم تحفه حلو قوي. يعني المهلبيه البيضه دي طعمها حلو جدا، والقمر الدين برضك حلو وده تقيل كده ومركز. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويبقى عند حسن ظنكم. ولو انت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك ولايك وتفعلي زر الجرس. استنيني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله باذن الله. باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.